أول قرار من الخطيب بعد تعادل الهلال مع صن داونز. إليكم التفاصيل، ولكن في البداية صل على النبي محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. انتهت اليوم مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق، وهذا التعادل يجدد آمال الأهلي في الصعود لدور الربع النهائي لهذه البطولة إذا استطاع الفوز على الهلال السوداني في القاهرة بهدف نظيف أو بفارق هدفين. ووفقا لمصادر داخل النادي الأهلي، قرر الكابتن محمود الخطيب تجهيز كافة الأمور الخاصة بالخطابات الأمنية وخطابات اتحاد الكرة المصري لفتح المدرجات لأكبر عدد ممكن لجمهور الأهلي في مباراة الهلال السوداني القادمة. ويبحث المسؤولين في النادي الأهلي عن تجهيز خطاب يطالبون فيه الأمن بتوفير من 50,000 مشجع ل30,000 مشجع لهذه المباراة الهامة، لأنها ليست مجرد مباراة في كرة القدم، بل هي مهمة وطنية للأهلي في إفريقيا. وقرر الكابتن محمود الخطيب أن يتم تهيئة الأجواء للاعبين والجهاز الفني بالكامل، مطالبا منهم التركيز فيما هو قادم ورد الاعتبار للأهلي وجماهيره في الفترة القادمة بالفوز في أي مباراة يكون النادي الأهلي طرفا فيها. وطالب النادي الأهلي في بيان رسمي تأجيل مباراة الأهلي والمصري في كأس الرابطة لارتباط معظم لاعبي الفريق بالمنتخبات الأول والأولمبي، ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في الجولة الأخيرة لدوري أبطال إفريقيا في يوم 31 من الشهر الجاري. إلى هنا تنتهي حلقتنا، ونلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.